ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو انتوا مدمنين او من عشاق الكوكيز بتاع العبد يبقى الوصفة دي ليكوا يا جماعة، لان الكوكيز ده في حتة تانية خالص. صدقوني طعم وريحة وشكل وقرمشة وهش جدا، نفس كوكيز العبد ويمكن احسن بكتير، لان طبعا احنا واثقين في المكونات اللي احنا مستخدمينها، واحنا واثقين ومتأكدين ان لا يمكن يكون العبد مستخدمها. يا جماعة عايزة اوصف لكم اني مش قادرة اقول لكم او اوصف لكم او اشرح لكم ان ازاي الكوكيز ده ناجح معاكم وشبه كوكيز العبد يمكن حوالي نسبة 100%. مش هتصدقوا طبعا الا لما تجربوه بنفسكم. اتفرجوا على التفاصيل، البسكوتية نفس بسكوت العبد بالظبط. عايزة اقولك ان كل اللي هيدوقوا معاكي او هتقدميه لضيوفك او لحبايبك محدش هيصدق ابدا ان انتي عاملاه في البيت، والكل هيسالك الطريقه وازاي. انا اخر حاجه شارياه من كوكيز العبد ده تقريبا كان عامل ال 30 قطعه، حوالي نص كيلو، 90 جنيه. تخيلوا انتوا لو احنا جبنا مكونات بال90 جنيه دول، احنا هنعمل محل العبد في البيت، لان احنا بمكونات بسيطه. انا مش مضاعفه الكميه، انا عامله مقدار صغير عمل معايا حوالي 42 كوكيزايه من كوكيز العبد. يا جماعة بصوا على القرمشة، وبصوا هو ازاي هش من جوه. كل اللي عشاق كوكيز العبد لما هيعمل الوصفة دي هيصدق حرفيا ان هي شبيهة ليها. اهم حاجة التكات، وتابع معايا الفيديو للاخر لان في تكات مهمة قوي هي اللي هتنجح معاكي البسكوت. اول حاجة هنا في طبق هحط سكر بودر، وهحط الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. واول تكة هنا مهمة جدا، ان لازم الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. هخفق فيهم كده لمدة دقيقتين لغاية لونه ما يتحول من كده لكده. لازم قوام المفتاح يبقى اصفر فاتح، وقوامه يبدأ يعلى كده ويبقى كثيف معايا. خفقت فيهم حوالي دقيقتين لغاية ما اندمجوا مع بعض تماما. تاني تكة بقى هنا انا حطيت بيضة ورشة فانيليا. والتكة المهمة هنا ان لازم البيضة تكون بنفس درجة حرارة الزبدة، والاتنين لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. يعني البيض والزبدة لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. ما ينفعش ابدا واحدة فيهم تكون باردة شوية والتانية دافية، هيفصل تماما الخليط معاكم. خفقت فيهم كمان لمدة دقيقة دقيقة ونص كده لغاية ما البيضة والفانيليا اندمجوا تماما والقوام بقى كريمي جدا زي ما انتوا شايفين. بعد كده عندي زيت نباتي، نزلت نص المقدار، وهخفق كمان لمدة دقيقة دقيقة ونص لغاية ما القوام عندي يبدأ بقى يتحول كده، قوام اصفر فاتح جدا، قوام كريمي جدا زي ما انتوا شايفين. واهم حاجة انكم تخفقوا زي ما انا قلنا كده. اول حاجة الزبدة مع السكر لمدة دقيقتين، بعد كده البيضة ورشة الفانيليا لمدة دقيقة دقيقة ونص، بعد كده نص مقدار الزيت لمدة دقيقة، بعد كده مقدار النص التاني من الزيت لمدة دقيقة. مهم ان الخليط بتاعكم يطلع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، فاتح قوامه كثيف. انا حطيت كده نص المقدار التاني بتاع الزيت، وخفقت كمان لمدة دقيقة. وبعد كده هبطل بقى المضرب الكهربائي، مش هشتغل بيه، وهنشتغل بقى بالسباتشولا. بصوا بقى نزلنا كل الاطراف كده بقى بتاعت الزبدة. بصوا القوام بقى عامل ازاي يا جماعة، قوام كريمي جدا. القوام الكريمي ده هيجي معانا من لازم يكون البيض والزبدة بدرجة حرارة المطبخ. عندي بقى هنا كمية من الدقيق، بيكنج باودر، وطبعا كاكاو. هقلبهم مع بعض كويس قوي، وزي ما قلت لكم هكتب لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. هدي تقليبه بسيطه كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هجيب بقى الخليط بتاعنا اللي احنا حضرناه، الزبده، وهبدا انخل بقى المكونات الجافه على المكونات السائله. هبدا بقى كده. انا العجينه دي يعني استخدمت ايدي في الاخر خالص، وانا بس بلم العجينه. ما نحطش ايدينا خالص في العجينه عشان يطلع معايا مقرمش وهش جدا من جوه، ما يقلبش معايا العجينه خالص. بالمعلقه كده زي ما انتم شايفين بالراحه بنقلب كده وننزل الاطراف، ونحاول نخلي الدقيق والكاكاو يدخل كده ويتجانس مع الزبده والبيض زي ما انتم شايفين كده.
هبدأ اقلب وانزل اطراف الدقيق كويس قوي من الجناب كده لغايه ما تطلع معايا عجينه زي ما انتم شايفين كده. في الاخر خالص بقى انا لميتها بايدي عشان احس كده بقوام العجينه. بصوا العجينه لازم تكون ازاي يا جماعه، طريه فوق ما تتخيلوا، وتكون صعبه التشكيل معاكم. يعني احنا كده مش هينفع نشكلها، هتحس ان هي بتفرول معاكم شويه لان هي لسه طريه قوي بتلزق جدا. طبعا الجو لسه شويه حر، فلازم تخش التلاجة حوالي بقى نص ساعه كده عشان تبقى سهلة التشكيل معاكي وتشكلي زي ما انت عايزة بقى. انا غطيتها كده بالكيس وهدخلها بس التلاجة لمدة نص ساعة. خرجت من التلاجة، بصوا القوام مسك نفسه ازاي. طبعا الزبدة مسكت كده وبقت معايا عجينة سهل قوي ان احنا نفردها ونشكل بقى. انا بحب اشكل الطريقة دي ان انا افردها سمك حوالي 1 سنتي، وابدأ كده باي كوباية او باي قطاعة عندنا نقطع كده نفس حجم كوكيز العبد. في طريقة تانية طبعا هي تبقى عجينة كده وناخد قطعة قطعة ونكورها، بس انا بحب الطريقة دي علشان الكوكيز بضمن انه كله طلع معايا نفس نفس بالظبط القطع كلها شكل بعض، نفس المقاس، نفس الحجم، نفس كل حاجة. هخلص الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده. الاول عايزة اوريكم بقى السمك بتاع الكوكيز. ما ترققوش الكوكيز خالص علشان ايوه هي فيها بيكنج باودر وهتنفخ، بس ما ترققوهاش قوي علشان هي مش هتنفخ جامد برضو، هي بتنفخ حاجه بسيطه كده حلوه. فما ترققوش الكوكيز قوي. زي ما قلت لكم كده حوالي ارتفاعها ارتفاع تقريبا 1 سنتي 1 سنتي وشويه صغيره. عندي بقى هنا الشوكليت بقى بتاعتنا دي شوكولاته بالحليب. انا مقطعاها كده قطع عشوائيه كده، مربعات عشوائي كده تبقى زي كوكيز العبد بالظبط. وهبدأ كده ارص من على الكوكيزايه بالراحه واضغط ضغطه بسيطه كده عشان تلزق. شايفين الجمال؟ صاج بقى بتاع الفرن او صينيه فرن، واوعوا تدهنوها. الكوكيز بتاعنا فيه كميه زيت وزبده حلوه قوي، فاوعوا تدهنوه كمان، مش محتاج ورق زبده. هجيب كوكيزايه تانية وابدا ارص بقى قطع الشوكليت كده بشكل عشوائي زي ما انتم شايفين. بقرب لكم شويه عشان تشوفوا السمك وتشوفوا قطع الشوكليت وهي محطوطه كده من على الوش. فرني بقى يكون سخن حلو قوي على درجه حراره 180 مثلا، نكون مشغلينه حوالي ربع ساعه يكون سخن، بقاله ربع ساعه. التسويه هنا مهمه قوي بقى، واحفظي معايا. هندخل الصاج بتاعنا او صينيه الفرن على درجه بعد ما خلص الفرن سخن معايا حوالي ربع ساعه، بندخل الصاج في الفرن ونهدي النار على 160 165 لمدة ربع ساعة. هتبدأ ريحته تطلع وتفحفح معاكي كده. هقوم مهديه النار على 140 كمان وهسيبه كمان ربع ساعة. وبعد كده هبدأ اطلعه واحطه بقى على شبكة ما تجيش جنبه نهائي الا لما يبرد. يعني مش هيجي جنب الصينية خالص ولا هطلعه الا لما يبرد. بعد ما يبرد تماما هنبدأ نطلعه نحطه في شبكة يهدى خالص، وبعد كده نقدمه. بألف هنا وشفا على قلوبكم يا جماعة. بصوا القرمشة، بصوا الهشاشان عامل ازاي، بصوا الجمال، حاجة في منتهى الجمال. كوكيز العبد ده العشق، والكل عشاق الشوكليت وعشاق كوكيز العبد. جربوا الوصفة دي وانا واثقة ان انتوا هتدعولي، لان طعمه يا جماعة حرفيا في حتة تاني. لازم تحضروا كوباية الشاي وتستمتعوا بأحلى حاجة عملناها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وما تنسوش تعملوا لايك.